يا كوتش عامل ايه؟ ده كنت فين يا ابني؟ ايه اللي اخرك كده؟ معلش بقى يا كوتش، المواصلات، انت عرفت ان انا متواضع. سمعت موضوع امام عاشور بيقول لك عنده اصابه مزمنه وبتاع والدنيا خربانه. لا، الموضوع ده طلع فنكوش. هي كل ما في الامر اصابه عضليه وشويه اهمال من الواد. هنبتديها بقى اهمال ومش اهمال، هو لحق. ما هو لما يدخل بقى الاهلي يتظبط يقول لهم سلام عليكم، زي ما عمل جمال حمزه لما جه تعاقد في فتره الاعداد وما كملش وقال لهم انا ماشي. مش عارف بقى، في برضه لاعب برازيلي بيقولوا عليه اسمه سوزا، بيقولوا عليه مش قد كده. خوف يطلع مقلب بقى زي سافيو ده اخر، ما كل البرازيليين اللي بيجوا لنا كسر. انا عارف ايه اللي عاجبه فيه كولر، عم مصمم عليه وعمال يقول لك ده هو ده اللي انا عايزه وهو ده اللي هينفع في خطتي، وهو مش عارف. ما هو يعني طوله مش عارف 100 حاجه و90 سنتي، فيعني هو طويل كده وبطول بعرض، بس يعني في حته المهارات ما عندوش مهارات. وبيقول ان هو كمان احسن واحد بيشوط ضربات جزاء. انا جايبينه عشان يمسك لنا ضربات الجزاء، وفي سرعه بيقول لك سريع. بس ارقامه مش قويه، وبصراحه كده مش متفائل، حاسس ان الصفقه دي مضروبه. ولسه برضه موضوع رضا بوبو ده مش عارفين هيجي ولا مش هيجي، وهم عمالين يرفعوا في سعره، ولسه برضه ما فيش حاجه اصلا تمت ولا اعلن عنها الاهلي لغايه دلوقتي. لا انت عارف الاهلي وطبعه، ما يخلص وبعد ما يخلص ويعمل كشف الطب والتوقيع واللازم منه، وفي الاخر خالص يروح يعلن بقى بعد ما مصر كلها عرفت الخبر، هو بقى يروح يعلن الخبر. حتى علي لطفي وشادي حسين اللي اتعاقدوا مع زد وخلصوا الموضوع برضه لسه ما اعلنوش عنه. ولا اللعيبه المعاره دي عندنا مش عارف 22 لاعب ولا 20 لاعب معار، وفي قانون دلوقتي نزل هيطبق بعد 3 سنين، بيقول لك اقصى حاجه 7 8 لعيبه بس اللي تقدر تعمل لهم اعاره. برضه انا مش عارف بقى، لسه ما اعلنش عن اي حاجه فيهم، اللي هيجي ولا هيمشي ولا هيستغنوا عنه ولا هيكمل اعاره. على العموم انت مستعجل ليه؟ لسه من هنا لاخر الشهر كل الموسم خلص وهيتبان كل حاجه. هي يا خبر بفلوس بكره ببلاش، لان بعد كده هياخدوا اجازه سلبيه زي ما هو عايز كولر. بعد كده بقى يبقى هيحدد موقفه من المعارين دول والصفقات اللي هيعملها وفترة الإعداد والمعسكر، خاصة اللي يعني لسه هيسافروا أوروبا يعملوا معسكر إعداد هناك. ايوه يا سيدي، في سويسرا بيقولوا بلد كولر. اللي مزعلني بقى مرتضى منصور لسه راكب دماغه ومصمم على رجب بلحة ده والسحر والشعوذة والكلام الفاضي. أنا عايز أقول له كلمتين أبرك من 10: الشماعة اتملت يا مرتضى. الحجج اللي بتعلق عليها أخطائك وكل أخفاقاتك اتملت خلاص. عايزك تغير من طبعك واسلوبك في اداره النادي عشان تبقى ند قوي للنادي الاهلي. فعلا الكره المصريه او الدوري المصري مش هيبقى دوري قوي وفي فريق واحد هو اللي بيكتسح البطولات دايما، واخرتها ايه يعني؟ احنا عايزين الاهلي والزمالك وبيراميدز والاسماعيلي وكل الفرق تنافس، مش فرقه ولا اتنين ويبقى في فرق شاسع بين المركز الاول والمركز الثاني. طبعا امال الاهلي عمال يعمل ارقام ويحقق في ارقام قياسيه ليه؟ ده بينافس نفسه. يعني هو دلوقتي عمل رقم قياسي 89 نقطه من قيمه كام سنه، وعايز يكسر الرقم ده ويخليه 90 نقطه لو قدر يفوز ب3 مطوشه. بيعمل رقم وبيحطمه هو. حد بيقول له انت بتعمل ايه؟ نرجع بقى للحجج البايخه، ده سحر، ده شعوذه، ده حكام، ده حظ، ده مش عارف ايه. انما نفكر بقى بفكر كده، ناس فاهمه كوره وخطط واستفاده كامله، بحيث ان احنا ننجح كانديه على مستوى الانديه كلها مش نادي واحد اللي يفضل مكتسح الارقام. لو كله كوم يجيب اللاعب الاجنبي كسر ويقعد له شويه ويروح سايبه ماشي ويقول لك حقوقه حق فين ويفسخ العقد ويروح يشتكيه في الفيفا، والفيفا يروح موقف القيد. يا عم مرتضى مش كده، ده النادي بقى كل شويه وقف قيد وقف قيد وقف قيد. هو برضه حتى في الجماعه بتوع الفيفا برضه مستصادين الزمالك. هو في ايه يا جدعان؟ هو امتى بقى هيبدا خطوه للامام ونقول اهو الزمالك في صحوه والزمالك هيرجع من جديد؟ انت مش مقتنع ان الزمالك بقى صعب؟ حتى المدرب. انا زعلان، انا زعلان قوي على الزمالك واللي بيحصل في الزمالك ده يا جدعان، واخرتها ايه؟ لا 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 لا، روق يا كوتش، روق روق يا كوتش، وانت زملكاوي ولا ايه؟ اه، عندك مانع؟ لا لا عادي يا كوتش، طب ما انا اهلاوي.
وايه المشكله؟ انا عادي، مفيش اي مشكله، قلبي معاك يا كوتش. عمال يروح في الغلط ومش راضي يعترف بخطأه. طب اخرتها ايه؟ منه لله يا مرتضى. خلاص معلش معلش يا كوتش، امشي يا مرتضى امشي، امشي يا مرتضى امشي يا مرتضى، يلا بخ بخ امشي يا مرتضى. بخ بخ؟ انت بتهزر يا ده فرفوش يا ده ولا ايه؟ من انا قلت لك على سر يعني؟ ما تروق يا كوتش ولا اجيب لك بحه. انت بتقول ايه ياض؟ طيب انت اللي جبت لنفسك. صدقات يا اصدقاء احبابي متابعينا في كل مكان، يا رب يكون عجبناكم، يا رب يكون اسعدناكم، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، ويلا حصلني يا كوتش.